برج الدلو. واخيرا يا دلو اقدر اقول لك انه الشهر ده هيكون شهر حلو عليك. كل شهر بحذرك، وكل شهر بقول لك خلي بالك يا دلو، وكل شهر بقول وبقول وبقول، لكن الشهر ده الحمد لله يا دلو الشمس موجودة في موقع داعم ليك جدا في برج العذراء، وده الحمد لله مخفف الحمل عليك شوية، حتى لو كان في بيتك الثامن وحتى لو كان في تربيعة فلكية معاك. لكن الحقيقة انه انت عندك الشهر ده انت من ملوك الابراج، خصوصا في النص الاخير من الشهر اللي هو لما الشمس هتنتقل الى برج الميزان. هقولك ليه انت من ملوك الابراج طول الشهر وخصوصا في الفترة الاخيرة. لانه كوكب الزهرة هيروح لبرج الميزان، البرج الصديق لك. كوكب المشتري، الكوكب السعد الاكبر، موجود في برج الجوزاء والبرج الداعم ليك جدا جدا. وعندك كمان المريخ هينتقل الحمد لله وبيسيب برج الجوزاء اللي كان عامل عليك ضغط فلكي قوي جدا جدا ورايح لبرج السرطان، وده بيديلك خفة وبيديلك نعومة وبيديلك رزق وبيديلك راحة نفسية. برج الدلو أنا عارفة إن أنت كنت في معاناة من أول شهر، والله من أول السنة، مش قادرة أقولك إنه شهر 6 و7 و8 كانوا من أصعب الأشهر عليك يا برج الدلو. في مكان انت سبته في شهر 6 او في عمل انت تركته في شهر 6 او في شهر 7، وحصل عندك ترك لبعض الاشخاص، وحصل عندك كمان زي ما بنقولها كده خيبة امل في ناس كتير حواليك. برج الدلو ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هتكون فترة كويسة جدا جدا معاك، وهتكون فترة حلوة خصوصا شهر 9، لانه احنا الجزء الاول من الشهر شمس العذراء مش بتمثل عليك عبء، بالعكس حتى لو كان في البيت الثامن بيت عامل زي ما بقولك كده مربع فلكي. احنا دايما لما بيكون في مربع فلكي بيبقى فيه مواجهات فلكية، بس انت الشهر ده ما عندكش المواجهات دي قوية، خصوصا مع وجود الزهرة ووجود المشتري ووجود انتقال الزهرة بعد كده من برج الميزان إلى برج العقرب. كل ده بيديلك دعم يا برج الدلو، مع تقدم عطارد اللي هو من يوم 28/8 بينتهي تراجعات عطارد الحمد لله، لكن ذبذبتها بتبتدي تنتهي معانا إن شاء الله فعليا من يوم 4/9 حتى انتهاء شهر صفر اللي احنا بنقول عليه صفر، اللي هو بيخليش فيه اي تقدم، بيخلي فيه صعوبة، بيخلي فيه تقل فلكي، بيخلي فيه كل حاجة صعبة. احنا كتير بنمشي على الفلك، انا بمشي دايما على الايام الهجريه، ما بمشيش على الايام الميلاديه. حتى الناس اللي بتبقى معايا في برامج علاجيه او في برامج اي نوع من انواع الحاجات اللي الناس بتحجزها معايا، دايما بتكلم فلكيا، بقول القمر في كذا، القمر كذا، احنا دايما بنحسبها بالشكل ده. فالاشهر الهجريه معانا بتفرق جدا جدا. ان شاء الله باذن الله ربيع اول يبتدي معانا يوم 3/9، وده بيدينا قوه وبيدينا دعم ان شاء الله باذن الله، وبيدينا خير كتير قوي قوي. برج الدلو ان شاء الله ممكن يكون عندك راحة الشهر ده، ممكن يبتدي ان شاء الله يجيلك بوادر مكاسب مادية، بوادر راحة، بوادر هدوء، بوادر ارتياح في العلاقات بتاعتكم. حتى لو كان بلوتو موجود عندك انت، وبلوتو ده كوكب صغير بس احنا عارفين انه بيبقى كوكب تقيل وصعب، حتى حركته تقيلة لانه هو كوكب غلس حتى لو كان حجمه صغير. لكن ان شاء الله باذن الله الشهر ده مش هيكون مؤثر عليك قوي. ممكن يكون في اخبار كتير تخصك هتبتدي تظهر يا برج الدلو، ناس كتير هتبتدي تتكلم عنك، ناس كتير هتبتدي تقول عليك، يعني انت محطوط تحت الميكروسكوب متراقب، خلي بالك تحت المجهر. لو مشيت صح وعملت كل حاجة صح الدنيا هتمشي معاك كويس، لو مشيت غلط ممكن الدنيا تبقى معاك مقبضة شوية. لكن ان شاء الله باذن الله الدنيا هتمشي معاك حلوة قوي قوي يا برج الدلو، خصوصا الفترة اللي جاية او خصوصا على مجال شهر 9 القادم. الدنيا هتبقى ماشية معاك حلو، الدنيا هتتغير معاك جدا جدا يا برج الدلو. شهر 9 اللي احنا فيه ده ان شاء الله باذن الله يكون فيه الخير. انا بعتبر ان الشهر ابتدى من يوم 4/9، هقول انه من يوم 4/9 لغاية يوم 20/10 يا دلو عندك خير كتير وعندك حاجات حلوة كتير بتبتدي تظهر معاك واحدة واحدة. لكن نخلي بالنا من يوم 13/9 لأنه ممكن اليوم ده يكون يوم صعب شوية. يوم 15 لغاية يوم 19 هيبقى عندنا خسوف جزئي للقمر، يوم 18 فده هيبقى عندنا ذبذبات تأثر عليك شوية. فحاول ان انت تهدى وتقعد في بيتك شوية يا برج الدلو. خلي بالك من اجهزتك المنزلية لانها ممكن تتعرض لمشاكل، خلي بالك من حياتك نفسها كلها. بلاش تدخل في مشاكل مع شريك حياتك يا برج الدلو الفترة القادمة، لان اي مشكلة انت هتدخل فيها شهر 9
هتكمل معاك لغاية آخر السنة. فخلي بالك، بلاش تدخل في مشكلة دلوقتي. الناس اللي عندها مشاكل قضائية، الناس اللي مرفوع عليها قضايا، هتنتهي الفترة دي إن شاء الله بإذن الله ممكن بأحكام في صالحكم مش ضدكم. والناس اللي رفع هي قضايا بسبب أموال أو مستنية ميراث أو مستنية قبض فلوس، إن شاء الله بإذن الله وتحصلوا عليها خلال الشهر ده. بحذرك من حاجة واحدة بس يا برج الدلو، لأن أنت من زعماء الأبراج على فكرة في شهر 9. أنت فعليا من زعماء الأبراج في شهر 9. بحذر من حاجة واحدة فقط لا غير: الحوادث. احذروا من حوادث الطرق، احذروا من ان انت وانت ماشي لا قدر الله تقع او تتخبط او اي حاجه زي كده. خلوا بالكم من نفسكم، خلوا بالكم من نفسكم انتوا ماشيين بالذات على الطرق. طبعا وانتوا في بيوتكم برضو خلوا بالكم من نفسكم، لان كل حد معرض ممكن لاي حاجه مش كويسه. برج الدلو دي الحاجه الوحيده اللي انا بحذركم منها. اكتر من كده بقول باذن الله ان شاء الله تكون بدايه خير وسعاده. واخيرا انا بقول لكم يا دلو عندكم خير الشهر ده. انا عارفه ان انتوا مريتوا بفتره صعبه جدا الفتره اللي فاتت، وعارفه انها كانت فتره عصيبه زي ما بنقول عليها، لكن الحمد لله الكواكب كلها ابتدت تروح في اماكن داعمه ليك. ابتدت الضغط الفلكي او المواجهات الفلكيه تقل من عليك جدا جدا يا برج الدلو، وده بيديلك دعم قوي جدا حتى مع شمس العذراء اللي موجوده في بيتك الثامن. لكن عندك خير ان شاء الله باذن الله تعالى. اخبار مفرحه مع وجود القمر، مع وجود الشمس. احنا الحمد لله انه حتى لو الشمس موجوده في مكان متعب بالنسبه لنا، لكن القمر بيتحرك كل يومين او كل 3 ايام، وده بيدينا احنا دعم مع ابراج كتيره. فالحمد لله يا برج الدلو ان شاء الله باذن الله عندك خير كتير وعندك سعاده كتير الشهر ده. انا عن نفسي بديكم بشرى يا برج الدلو، اخيرا انتم من ملوك الابراج شهر 9 كله، سواء مع شمس العذراء او مع شمس الميزان من اول يوم 21/10. انت يوم 28/10 يا برج الدلو عندك خبر من ذهب، خبر انت هتبقى بتتنطط من الفرحة لما تسمعه. فرحونا معاكم وقولوا لنا ايه الاخبار الكويسة اللي هتجيلكم، وان شاء الله باذن الله يجعل شهر سعيد عليكم مليان بالبركة وبالهنا وبالسعادة. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والتاروت والطاقة.